بتبدأ حلقتنا مع كاجامي وليلى اللي بتسخنها على مارينيت وبتقول لها انت قلبك كبير قوي، بعد ما كنتي بتحبي ادريان قدرتي تحولي الحب ده لصداقة وكمان تقربي بينه وبين مارينيت. انت مثالية جدا يا كاجامي. وبتستأذنها كاجامي عشان معاها ميعاد مع مارينيت وبتسيبها وبتمشي. وبنشوف ادريان ومارينيت اللي اصحابهم بيحطوا لهم خطة عشان يقربوا من بعض في لحظة شاعرية كده في العجلة الدوارة، انهم يركبوا في العجلة وهم يعزفوا لهم موسيقى والسيد راميه يطلق الحمام بتاعه ويرمي عليهم ورق ويحصل بقى الاكشن. وبتحاول مارينيت انها تتهرب من الموقف ده، لكن اصدقائها بيصروا انهم يقربوهم من بعض. وفعلا بتركب مارينيت وادريان العجلة الدوارة وبيركبوا اصحابهم في عربية تانية وبيعزفوا لهم الموسيقى والسيد راميه بيطلق فعلا الحمام وبيرمي عليهم ورد، لكن ما بيقربوش من بعض وبيطلبوا انهم عايزين ينزلوا. وبتنزل مارينيت وبتكون متضايقه جدا وبتقول لهم انا السبب وبتعيط وبتسيبهم وبتجري. وبنشوف كاجامي هي وادريان وهي بتحاول تهديه لانه كان زعلان جدا انه ما قدرش يساعد مارينيت. وبيشوفهم مستر اغريست هو وسوروزوكي مامة كاجامي وبيفتكروا انهم بيحبوا بعض، لكن ادريان بيقول لكاجامي انه هيرتب مقابله ليه هو ومارينيت لوحدهم عشان ما تكونش تحت تاثير اي حد. وبيشكرها ادريان انها واقفه جنبهم وبيتخض مستر اغريست هو وسوروزوكي. وبتوصل رساله ادريان لمارينيت اللي بتكون نايمه في سريرها ومكتئبه وبتقول لها تيكي ان في رساله من ادريان. واول ما بتشوفها بتفرح جدا وبتقوم تجري عشان تجهز نفسها، لكنها بتخرج بهدوم البيت من كتر استعجالها. وبيتخانق مستر اغريست هو وسوروزوكي وده يقول لها كنتي وصيتي بنتك، وهي تقول له العيب على ابنك ولازم تتصرف في الموضوع ده. وبتطلع تاخد بنتها وبتمشي. وبيطلع مستر اغريست وبيكلم ابنه وبيسال ادريان على كاجامي وبيقول له ما كنتش اعرف انك ما بتحبش كاجامي. فبيقول له ادريان بالعكس كاجامي مثاليه جدا بس مش مناسبه ليا. فبيقول له بابا انت ما تعرفش مصلحتك، انت وكاجامي مناسبين جدا لبعض. لكن ادريان بيقول له انه بيحب مارينيت فبيتعصب عليه بابا وبيقول له انا باباك واعرف مصلحتك، عشان كده انا بمنعك من علاقتك بمارينيت دي تماما. فبيزعل ادريان جدا. وبنشوف سوروزوكي وهي بتكلم بنتها وبتقول لها ان ادريان مناسب جدا ليكي. فبتقول لها كاجامي ان محدش يقدر يتحكم في قلبه وهو بيحب مارينيت وهي صاحبتي. فبتقول لها امها لما الساموراي ما يعرفش يحل مشكله بيستخدم السيف بتاعه. وبنشوف ادريان اللي كان قاعد في اوضته وهو متضايق جدا وبيساله بلاك انت فعلا هتنفذ كلام باباك وهتبعد عن مارينيت؟ فبيقول له يعني عايزني اعمل ايه؟ هو بابايا برضه يا بلاك. وبيبعت رساله لمارينيت اللي كانت في طريقها ليه وبيقول لها فيها انها مش هينفع انها تيجي ولازم يبعدوا عن بعض. بتتقبل مارينيت الرساله عادي جدا وبتقول لتيكي اكيد بابا هو اللي منعه من الخروج وبترجع على بيتها. وبنشوف ادريان اللي كان قاعد مع ناتالي وبيشتكي لها من اللي قاله له باباه وبيقول لها ازاي مش هيكون في صداقه بيني وبين مارينيت وهي معايا في نفس الفصل. فبتقول له ناتالي ما تخليش حد يملي عليك افكارك لا دلوقتي ولا في اي وقت. وبيفرح ادريان جدا وبيقول لها انت فعلا عندك حق، انا مش عارف انا كنت بفكر ازاي. وبيبعت رساله تاني لمارينيت ومارينيت بتفرح جدا انه غير رايه وبتروح له على البيت وبياخدها وبيكون مجهز لها الحديقه بتاعه القصر بتاعه عشان يقعدوا سوا وبيقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن. وبيسمعهم مستر اغريست اللي بيغضب جدا وبيروح على ناتالي وبيقول لها انت خليتي ادريان يكسر كلامي. فبتقول له مش معنى انه ابنك انك تتحكم فيه بالشكل ده. وبتكون غضبانه جدا. فبيقول لها طب انت عندك حق يا ناتالي وبيسيبها وبيمشي. بنشوف كاجامي اللي قابلت ليلى وبتقول لها ان مامتها عايزاها تقرب من ادريان وهي اصلا بتحبه لكن هو بيحب مارينيت وهي صاحبتها. فبتحضنها ليلى وبتقول لها ما تخافيش انا هفضل جنبك. وبتقوم ترد على مستر اغريست اللي بيكون غضبان جدا وبيقول لها انا قلت لك تراقبي ادريان وتخلي بالك منه وسبتيه يرتبط بمارينيت. فبتقول له ما تقلقش يا مستر اغريست، كاجامي بتحب ابنك وهو ما بيحبهاش وبيحب مارينيت وده هيخليها في حاله ضعف وغضب واكيد مونارك هيستحوذ عليها ويحولها لشريره. فكل اللي علينا ان احنا نقعد بس ونستنى شويه وقت ونشوف ايه اللي هيحصل. وبترجع ليلى لكاجامي وبتقول لها انا مش قادره اشوفك وانت زعلانه وحزينه كده عشان خاطر مارينيت اللي مش بتقدر صداقتك اصلا. فبتقول لها كاجامي ليه بتقولي كده؟ مارينيت انسانه جميله وبتساعد الكل. فبتقول لها ليلى بالعكس لو ركزتي هتلاقي ان الكل هو اللي بيساعدها وبتتظاهر انها ضعيفه عشان الكل يساعدها مع انك انت وادريان مناسبين لبعض اكتر منها. وبتغضب كاجامي جدا وبتفضل تبص على الميداليه بتاعتها هي ومارينيت وتعويذه الحظ اللي اديتها لها الدعسوقه لما مونارك كان مسيطر عليها قبل كده. وطبعا مونارك مش هيتوصى في الحالات دي وبيسحب قوه كالكي وبيحولها لميجا اكوما وبيبعتها لكاجامي وبيسيطر عليها فعلا وبيسحب قوة ويلز وبيحولها لكاجامي عن طريق خاتم الاينس. وبنشوف ادريان ومارينيت اللي قربوا من بعض فعلا لكن بتجيلهم كاجامي بعد ما مونارك سيطر عليها عشان تنتقم من مارينيت وبتنزل على مارينيت وكانت هتموتها بالسيف. لكن ادريان بينقذها بسرعه وبيحاول يتكلم معاها وبيقول لها انت فاهمه غلط. وبيجي حارس ادريان وبيحاول يهجم على كاجامي لكنها بتسلط عليه السيف وبتدخله جوه درع حمايه. وبيستغل ادريان الموقف وبياخد مارينيت وبيطلعوا يجروا وبيطلع على اوضته عشان يخبي مارينيت، لكن بتيجي كاجامي وراهم عشان تخلص على مارينيت. وبتحاول مارينيت تفهم منها هي زعلتها في ايه وكانت هتضربها بالسيف لكن بيوقفها ادريان بالسيف بتاعه وبيقول لها تطلع تجري. وبيتبارزوا مع بعض بالسيف لحد ما بتوقع السيف من ادريان وبتقول له خليك هنا يا حبيبي لحد ما اخلص عليها وارجع لك. وبتنقل درع الحمايه حواليه بدل الحارس وبتسيبه وبتروح عشان تخلص على مارينيت. وبتقابل مارينيت فعلا وبتفعل درع الحمايه حواليها وبيتفك من ادريان وبيتحول ادريان بسرعه للقط الاسود. وبينزل القط الاسود لكاجامي ومارينيت وبيقول لها احنا ساعدنا بعض قبل كده
وكان معاكي ميراكلوس التنين، لكنها ما بتسمعهوش وبتدخل معاه في مبارزة بالسيف، وبيستعمل القط الأسود القططية وبيخرج مارينيت من درع الحماية، وبتطلع تجري مارينيت عشان تتحول للدعسوقة، وبتستخدم تعويذة الحظ اللي بتنزل لها ازازه زيت زيتون، وبيفضل القط الاسود في مبارزه مع كاجامي لحد ما بتيجي الدعسوقه وبترمي على ايديها اليويو، لكن كاجامي بتشدها وتوقعها على الارض، وبيحاولوا يتكلموا مع كاجامي وبيفهموها انها غلطانه وان مارينيت صاحبتها اللي بتحبها، لكنها ما بتسمعهمش وبتكمل ضرب في القط الاسود. فبتشوف الدعسوقه الخطه وبترمي عليها ازازه الزيت، فبتكسرها كاجامي بسرعه بالسيف، وبيقع الزيت عليها وعلى السيف اللي بيتزحلق من ايديها، وبترمي الدعسوقه اليويو على السيف وبتكسره، وبتخرج منه الميجا اكوما، وبتزيل الدعسوقه منها الشر، وبترمي باقي ازازه الزيت في السماء عشان كل حاجه ترجع لطبيعتها تاني، وبتدي الدعسوقه ميداليه الحظ لكاجامي، لكنها بترفضها وبتقول لها التعويذه مش هتحل مشكلتي. فالدعسوقه بتدي الميداليه للقط الاسود وبتقول له طب انا عندي ميعاد بسرعه، هسيبك انا بقى معاها، وبتسيبهم وبتجري، وبتتحول لمارينيت وبتجيلهم بسرعه، واول ما بيشوفها القط الاسود بيديها الميداليه وبيسيبهم وبيمشي. فبتقول لها كاجامي سامحيني يا مارينيت، حتى لو كنت بتكدبي عليا ده ما يدينيش الحق اني اهجم عليكي او اذيكي. فبتقول لها مارينيت انا ما كدبتش عليكي، احنا اصدقاء مقربين. فبتقول لها كاجامي ان ليلى فتحت عيني عليكي وقالت لي انك بتكدبي عليا وبتستغليني. فبيوصل ادريان وبيقول لها اكيد مش هتكدبيني انا كمان، مارينيت عمرها ما كدبت عليكي ولا استغلتك في اي حاجه، بالعكس هي شجاعه وبتساعدنا كلنا وبتحبنا. فبتزعل كاجامي من نفسها وبتعيط، وبيحضنها ادريان ومارينيت وبتديها مارينيت الميداليه وبيحضنوا بعض، وبتروح كاجامي ليلى اللي اول ما بتشوفها بتقول لها حبيبتي انا خفت عليكي قوي وكل اللي حصل معاكي ده كان بسبب مارينيت. فبتقاطعها كاجامي وبتقول لها اسمعي يا ليلى انا بحب مارينيت وبحبك انت كمان، ولو عايزانا نكون اصدقاء مقربين من بعض يا ريت ما تفكريش تقلبيني عليها او تلعبي بمشاعري ضدها. فبتعتذر لها ليلى جدا وبتقول لها لا اكيد انا حابه ان احنا نكون اصدقاء لاني بحبك فعلا، واسفه لو كنت فهمتيني غلط، وبتحضنها. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش الاعجاب بالصفحه وبالفيديو وتشيروه على صفحتكم، وتدعمونا بالكومنتات الجميله. وشكرا وسلام عليكم.